السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهارده مش هقول لك مشروع تربية الحمام بس، لا انا هقول لك على 3 مشاريع عملاقة تقدر ان انت تزود بيهم الدخل من منزل. ومعنى كلمة عملاقة يعني مش كلمة عملاقة ان انت هتعمل 3 مشاريع كل واحد راس ماله مليون جنيه، لا، راس مال يا جماعة بسيط جدا. ولو عندك غرفة فوق سطح المنزل تقدر ان انت تعمل مشروع وتزود الدخل عندك من منزل. 3 مشاريع الناس كلها بدأت ان هي تعملهم دلوقتي. فلو انت دخلك قليل وعايز تزود الدخل، فالنهارده هقول لك فكره 3 مشاريع. طبعا مشروع تربيه الحمام ده ما فيهوش جدال. ولو انت عايز تكسب من مشروع البراهمه العملاق هوريك ازاي، وهقول لك ازاي انت تجيب البراهمه وازاي ان انت تقدر تفرخها وبتكسب قد ايه، ومعلومات كتير جدا عن البراهمه. وكمان هقول لك معلومات عن الدجاج الهندي، مشروع عبقري بالنسبه للدجاج الهندي يا جماعه، لان ده مكنه تفريخ عندك موجوده في المنزل. بالنسبه للدجاج الهندي ده يا جماعه، الدجاج الهندي طبعا الدجاج اللي هو المقاتل، اللي هو الديوك اللي هي بتضرب بعضها، اللي هي بتخش طبعا سباق والقصه دي كلها. وهقول لك برده مشروع تربيه الوادي او الدجاج الفرعوني او الدجاج الحبشي، تقدر برده ان انت تزود بيه الدخل عندك من المنزل. يلا بينا سريعا كده اوريكم البراهمه. وطبعا ممكن تعمل مشروع تربيه الفراخ البيضاء طبعا للتسمين، وتقدر ان انت تزود بقى الدخل برضو. كذا مشروع يا جماعه، يعني عايز اللي شغل دماغه وان هو يستغل المكان اللي عنده وان هو يكسب منه باقل شيء. اتمنى يا شباب حط لايك على الفيديو. طبعا ندعي بالرحمه لاختكم ام مينا، ربنا يتقبلها اللهم امين رب العالمين، اللي احنا كنا طبعا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده وقلنا لكم ادعوا لها. متابعه من متابعين القناه كانت في العنايه بتعمل دعامه في القلب وتوفاها الله. يلا بينا يا شباب نبدا الفيديو بتاعنا. وطبعا زي ما قلت لك تقدر تعمل مشروع تربيه الحمام. هكلمك على الحمام سريعا لو انت عايز تزود الدخل. بالنسبه يا جماعه للحمام اللحم الفرنساوي هو مشروع حلو جدا لو انت عايز تكسب من مشروع تربيه الحمام اللحم الفرنساوي. رب اللحم، رب الحمام الزينه برضه لو انت عايز تربي النفاخ. النفاخ يا جماعه جوز الزغلول بتاعه ب 600 700 جنيه لو انت بتعرف تفرخ النفاخ. هات لك جوزين نفاخ وهات لك معاهم 3 4 اجواز حضان، تقدر تكسب من الحمام الزينه. وطبعا حمامه جميله جدا وفرخها حلو جدا، ولكن في شويه توعيات احنا بنقول لك عليهم على القناه. الحمام الكريزلي برضو تقدر ان انت تعمله كمشروع. الحمام البلدي التقيل تقدر ان انت تعمله كمشروع. بالنسبه للحمام يا جماعه اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن تعالوا بقى ان احنا ندخل عند الدجاج البراهمه والدجاج الهندي، واقول لك ازاي ان انت تزود الدخل من المشاريع دي يا جماعه. بالنسبه للحمام يا جدعان، لو انت عندك الاداره كويسه تقدر ان انت تكسب منه مكسب حلو جدا. جوز الحمام يا جماعه في الشهر بياكل له بحوالي 70 80 جنيه. ممكن تجيب منه جوز زغاليل ب 150 وب 170 جنيه. يعني لو جوز حمام واحد تقدر ان انت تكسب منه لو انت عندك الاداره كويسه. طيب احنا اتكلمنا عن الحمام كده كتير قبل كده، تعالوا بقى سريعا كده نتكلم عن الهندي. طبعا يا جماعه الهندي بياكلوا زي اي اكل تاني. يعني الدجاج اللي انت بتربي دجاج هندي هو في اول شهر بناكله طبعا العلف اللي هو البروتين 23%، الشهر الثاني بناكله 21%، وبعد كده يا جماعه بياكل اي اكل من المنزل عادي مفيش اي مشاكل. الهند دي في ميزه مش موجوده في طيور تانية. الهند يا جماعه حضان طبيعي طول السنه، مكنه تفريخ عندك طول السنه. اي بيض بتبيضه بترقد عليه، البيضه اللي بتبيضها بترقد عليها. يعني لو انت عندك دجاجتين وديك فانت مش لازمك ان انت تجيب اي فراخ تانية من بره. ليه؟ هو في البيض ما شاء الله بيجيب حوالي 250 بيضه في السنه. كلحم ما شاء الله ألذ من اللحم البلدي، لحمه شاهي جدا جدا. كتفريخ هو البيض اللي بيبيضه بيرقد عليه. يعني نعرف اخواتنا لما يبقى عندها فرخه بترقد على البيض بتبقى مبسوطه بقى الدنيا، لا ده بيبيض بقى ويرقد على البيض طول السنه. ومش غالي على فكره، الكتكوت بتاعه ب 80 جنيه ب 90 جنيه ب 70 جنيه حسب اللي انت بتشتري منه. يعني حسب، في ناس بتبيعه ب 120 و 150 جنيه، ولكن في ناس بتبيعه 70 جنيه و 80 جنيه. بالنسبه لكتاكيت الهندي تعرف تعمله مشروع. لو عندك ديك وفرختين بس في السنه بيجيبوا لهم حوالي، الفرختين بيجيبوا لهم حوالي 500 بيضه. 500 بيضه خلي 100 بيضه منهم هيبقوا فاضيين، هتبقى عندك 400 بيضه. 400 بيضه يا جماعه لو انت هتبيع كتكوت ب 50 جنيه بس فانت عملت مبلغ محترم من الدجاج الهندي. فلو انت بقى عندك اسرتين 3، هو في عيب واحد للامانه ان هو ما ينفعش يكون في ديكين مع بعض لانهم بيقتلوا بعض. طيب بالنسبه يا جماعه للدجاج الحبشي او الدجاج الوادي،
طبعا انا بنصحك لو انت عندك مزرعه او عندك حاجه بتخاف عليها من الفئران، فربي الدجاج الوادي ده ما بيخليش لا فار ولا بيخلي عرسه ولا بيخلي بومه ولا بيخلي اي كائن ضار، لان هو بيعمل صوته مزعج طبعا. لو انت برضو بنصحك لو انت في ما بتحبش الضوضاء، فبلاش ان انت تربي الطير ده. ولكن لو عندك خايف من فئران، بتروح عندك مزرعه كلام زي كده وخايف من الفئران او عرس او كلام زي كده، بنصحك ان انت تربي الوادي، ممتاز جدا. بالمناسبه الثلاث حتت دولت معروضين للبيع، ده ديك وبربرتين، لان انا بصراحه عاملين ضوضاء عندي وانا مش عارف حتى اصور منهم. انا كاتم الصوت والله عشان اعرف اصور من الدجاج الوادي لان صوتهم مزعج بصراحه. فالثلاث حتت دول يا جماعه معروضين للبيع، لو انت عايزهم اكتب لي في الكومنتات. لو انت عايز تعمل مشروع تبدا بيه. الدجاج الوادي يا جماعه حلو جدا، الكتكوت بتاعه ب 70 80 جنيه برضه، فتقدر على فكره منتج برضه في البيض، والبيض بتاعه البروتين بتاعه عالي جدا ولحمه شاهي جدا. مش عايز اقول لك، في ناس بتقول اجمل اللحوم اللي احنا كلناها اللي هو دجاج الوادي او الدجاج الفرعوني اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم دول. وتنفع ان انت تعمله مشروع وان انت تزود الدخل عندك من منزل بالنسبه للدجاج الفرعوني او الدجاج الوادي. الثلاث حتت دول يا جماعه دولت ديك وبربرتين ان شاء الله، ان شاء الله ديك وبربرتين وخلاص. على يعني شهر 2 هيبداوا ان هم يبشروا بالبيض، فهيكون اول شغلهم عندك والبشاير هتكون عندك. فلو انت حد محتاجهم اكتب لي في الكومنتات، انا عايزهم، هنتواصل معاه ان شاء الله تعالى ويكون لي نصيب فيهم بالنسبه للثلاث حتت دولت، لان هم والله العظيم انا ببيعهم عشان صوتهم بس، واقسم بالله هم شكلهم جمالي جميل ولحمهم شاهي وبيض وكل حاجه، ولكن انا ببيعهم عشان اقسم بالله عشان صوتهم بالنسبه لي انا مزعج، لان انا بحب الهدوء. فانت لو عندك مزرعه او لو انت عندك فران او لو عندك مكان واسع وتقدر ان انت تقتنيهم، فاقتنيهم حلوين جدا، تعملهم مشروع وتطلعهم وتفرخهم وتبدا تبيع الكتاكيت بتاعتهم. الكتكوت ب 70 80 جنيه يا جماعه، تقدر تزود منهم الدخل. طيب تعالى بقى سريعا نبص على الدجاج الوادي ان شاء الله. شوف تعالى بس نمسي كده على شيكا. شفت شيكا يا جماعه اول مره يطلع بره. شيكا بص شيكا اول مره يطلع بره، والله اول مره يخرج بره الغرفه، هو كده بيستكشف المكان. شوفوا ما شاء الله طير في منتهى الجمال، منتهى الجمال والحلاوه يعني. اول مره يخرج بره الغرفه وبيستكشف المكان. فين يا جماعه؟ ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله سبحان الصانع. انا بحبه قوي على فكره الطير ده، بحبه قوي قوي. طيب تعالى ندخل بقى سريعا عند الدجاج البراهما العملاق. طبعا يا جماعه البراهما فيه مميزات جميله جدا. البراهما ده 3 في 1، ده البراهما ده ينفع لحم، بيشيل لحم حد 7 8 كيلو بالنسبه للبراهما، وكمان النوتي عندها منتجه للبيض، وكمان يا جماعه كشكل زيني وشكل جمالي ملوش حل. وكمان الدجاج ده هادي جدا، هادي جدا، لا بيهش ولا ينش يعني ما شاء الله تعالى. تحطه كده حركته بسيطه، ما بيطيرش، مش عامل زي البلدي يخربش والكلام ده، لا ده الطير هادي جدا. وما شاء الله منتج في البيض. الكتكوت بتاعه في ناس بتبيع كتكوت ب 300 جنيه، في ناس بتبيع الكتكوت يا جماعه 300 جنيه. هو ممكن يكون غالي شويه وانت بتشتريه، يعني انت لو بتشتري اسره ديك وفرختين ب 5 6000 جنيه، ديك وفرختين بس ب 5 6000 جنيه. ولكن ممكن تشتري كتاكيت وتبدا بكتاكيت. في ان شاء الله هنفرخ الفراخ ده يا جماعه، الدجاج ده هننزل لكم اسعار مفاجاه ان شاء الله. ادعوا لنا بالبركه والرزق. اول ما نفرخ الدجاج ده، انا طبعا جايبين كميه تانية ان شاء الله، اول ما نفرخ الدجاج ده هطلع لكم منه باسعار ما كنتوش تتخيلوها. هضرب الاسعار ابو 300 واللي بقول لك ب 250 و 200 جنيه، مش هتلاقوا الاسعار ديت تاني، ولا 150 جنيه حتى، ولا 150 جنيه. لو ربنا رزقنا في الفراخ ده يا جماعه ادعوا لنا بالبركه، هطلع لكم حاجات منها تحف يعني باقل الاسعار. تقدر تعمل مشروع، تقدر ان انت تزود الدخل. لو انت بعت للكتكوت بس، لو بقى عندك فرختين وديك، تقدر ان انت تعملهم مشروع وتزود الدخل عندك يا جماعه. ديت من افكار مشاريع بسيطه جدا، ناس كتير بدات ان هي تتوجه ليها لزياده الدخل. الدنيا بقت دلوقتي مش سهله زي زمان. حاول ان انت تستثمر اي مكان عندك وتستغله في الانتاج. اتمنى يا شباب يكون الفيديو ده عجبكم ويكون قدم لكم معلومه. ان شاء الله تعالى اوعدكم فيديوهات قويه جدا جدا المراحل القادمه. شوفوا الشوك على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.